انتظرونا. مهم قوي ان كلنا يعني والاجيال اللي جايه والاجيال اللي جايه اللي بعد اللي بعد اللي جايه كلنا نعرف يعني ايه مواطنه ويعني ايه انتماء، يعني ايه نحب بلدنا ويعني ايه بجد يبقى بنحب بلدنا، مش مجرد انا بحب بلدي ولما يكون في احتفال ولا مظاهره ولا ماتش انزل ارفع العلم ويبقى انا كده بحب بلدي وانسان عظيم ورائع. الفكره دي كلها بقى هي التنشئه الوطنيه، وده برنامج تدريبي بيتم تحت رعايه وزاره الشباب ويستهدف الاطفال تحت 18 سنه. هنعرف بقى من ضيوفنا اللي مشرفينا دلوقتي اكتر عن المبادره وعن يعني ايه وطنيه ويعني ايه انتماء وازاي بيعملوا دوت. محمود كمال مسؤول مشروع التنشئه الوطنيه، اهلا بيك يا محمود. واميره جمال مدرب المشروع، اهلا بيك يا اميره. اهلا بيكم طبعا. وخلينا نبتدي الاول نعرف الناس فكره عن برنامج تدريبي التنشئه الوطنيه، هو عباره عن ايه؟ تمام، ابدا انا ولا زميلتي؟ اتفضل. طيب، هو كنت حابب ابدا بالجزء اللي حضرتك قلته قبل ما نطلع هوا على طول. هو احنا محتاجين ان احنا نتعلم او نعلم الناس تنشئه او مواطنه وانتماء. فهو الجميل في الامر ان احنا مش بنعلم، احنا مش بنلقن. التدريب كله عباره عن ممارسه بنمارسها فعلا على ارض الواقع. بناخد من غلطات ممكن تحصل وبعدين نبدا نبني مع بعض عن طريق التدريب وعن طريق التعلم ازاي ممكن نعالج الغلطات دي، ازاي نقدر نمارس حياتنا الطبيعيه بشكل ايجابي اكتر مما كان عليه. تمام. يمكن برنامج التنشئه الوطنيه بيتكلم في 5 موضوعات تقريبا، 5 موضوعات. بنبدا الاول بموضوع مهم اسمه تقدير واكتشاف الذات. بنبدا الاول من الطليع اللي هو من سن 12 ل 18 سنه تقريبا. بنشوف ازاي ان هو جواه قدرات ربنا سبحانه وتعالى خالقها جواه، لو قدر ان هو يستفيد بيها ويستغلها بشكل امثل وشكل كويس هتقدر تغير حياته. بنخرج من تقدير الذات وندخل على كيفيه التواصل مع الاخرين. وعند نقطه كيفيه التواصل مع الاخرين لازم نتعامل فيما يخص الشائعات والتعامل مع الشائعات وكيفيه ثقافة الاختلاف مع الآخرين كمان. ده كله بعد التواصل. موضوع ثالث أو مرحلة ثالثة بنتكلم فيما يخص السلم الاجتماعي. ازاي ان الطليع الصغير اللي هو من سن 12 ل 18 سنة يبقى جوه الأسرة هو إنسان اجتماعي إيجابي، جوه أصدقائه وبين صحبته بندخل منها. والموضوع المهم واللي بيكمل الموضوعين اللي فاتوا دول هو القيادة والعمل الجماعي. انت جوه المجموعة اللي انت فيها سواء في المدرسة او في الأسرة ازاي تكون مؤثر، بتأثر بالمكان اللي انت فيه وبتؤثر فيه بشكل ايجابي يعني. واخيرا بننتهي بمجموعة من القيم والسلوكيات اللي بنمارسها مع بعض جوه الورشة. بنمارسها عن طريق تمثيل ادوار، مسرحيات، سكتشات صغيره، شعر، اغاني الى اخره، من حاجات بنقدر نمارس بيها القيمه زي الصدق زي الامانه جميل. زي الاخلاق. طيب، ده هيخليني اسال اميره دلوقتي مين المستهدف من البرنامج ده؟ هل هي شريحه اجتماعيه معينه ولا كل الناس؟ خصوصا ان الكلام اللي قاله محمود في ناس كتير في مدارس كتير بتعلم ده، لكن في ناس تانية في شرائح اجتماعيه تانية خالص ما تعرفش حاجه عن الكلام ده. فانتوا بتستهدفوا مين بقى بالبرنامج بتاعكم؟ هي الفئه المستهدفه بتاعتنا هي الشباب اللي هم من سن 13 ل 19 سنه. ده السن كويس. لكن احنا بقى ازاي بيتم الشباب دول او ازاي بينضموا للبرنامج؟ فده عن طريق مراكز الشباب، لان احنا قلنا ان وزاره التربيه والتعليم موفره ده في بعض المدارس او كده. احنا بنركز بقى مع وزاره الشباب على مراكز الشباب بقى. كويس. ان نبدا بقى نشوف الشباب المتميزين في الانشطه ونبدا ان احنا يدخلوا البرنامج. حتى البرنامج بيتطبق في كذا محافظه على مستوى الجمهوريه، بحيث ان احنا نقدر ان نوسع الشريحه نفسها المستهدفه وفي نفس الوقت يوصل لمعظم الشباب. هم بعد كده بيبداوا لازم في الاخر بيعملوا زي مناظره كده في الاخر خالص، في اخر يوم، لحل المشكله مجتمعيه معينه موجوده عندهم. فهم بيبداوا يخرجوا معاهم فكره ازاي يطبقوا ده او ازاي يعملوا المبادره دي. بيبداوا ينزلوا بقى في مجتمعهم، في الاسره، في النادي اللي هو موجود فيه، في المدرسه، ويبدا بقى يوسع الشريحه اكتر لشباب اكتر. حلو جدا. حلو جدا. طيب محمود، بس عايز اقول حاجه صغيره. اتفضل. انت يمكن قلت برضو، مش عارف انا بعلق على كلام كتير مش عارف الجزء فيما يخص ان مدارس كتيره او بتتعلم نفس القصه دي. احنا اخذنا واحنا في الابتدائي ماده اسمها تربيه قوميه تقريبا. كان غالبا بياخدها استاذ العربي لان هو مزنوق في حصه. لا، انا مش بكلمك على المدارس التربيه القوميه اللي خدناها في المدارس زمان او اللي بتدرس في المدارس الحكوميه. انا بتكلم ان في مدارس خاصه ولغات وحاجه موجهه للاي كلاس من الاخر. هي بيعلموا ده بشكل طبيعي. هي كده وصلت. ويمكن احنا بنعالج او بنكمل بعض. احنا كشباب ورياضه وتربيه وتعليم اللي عنده قصور في جزء فاحنا بنكمله كوزارات كلها مع بعضها. لكن هي بتدرس على الورق، لكن في الحقيقه لكن في ناس كتير ما تعرفش عنها حاجه، يعني زي الخط وزي الرسم وزي الفنون
اللي هي المفروض بتطلع جيل كويس للاسف ويمكن بتتاخد ده احنا القصص شايفينه دي. دلوقتي منتشر زي ما انت بتقول في فنون وفي حاجات احنا يعني بعض الناس مش بتدرس لها بشكل اساسي او مش ماده الزاميه. ابتدى مبادرات زي حضراتكم وبرامج زي حضراتكم بتعمل ده للناس من السن الصغير لحد الكبير. ده طبعا بيفيد جدا وبيساهم واحنا بنكون مبسوطين بده. طيب نرجع تاني لبرنامج التنشئه الوطنيه، الموضوعات اللي بيتم طرحها ايه وكمان الاسلوب ازاي؟ يعني هل هي محاضره ولا بتتم ازاي؟ يعني ندخل شويه جوه تفاصيل البرنامج نفسه. هو احنا مبدئيا ابعد ما يكون عن جو المحاضرات وجو التعليم وجو الفصل المدرسي، بعيد خالص عن السلوك اللي الطالب، لان هو جاي لنا اصلا من المدرسه تقريبا ممكن يكون زهق كتيره من الجو اللي بيتعامل بيه كنوع التعليم اللي بيتعلم. فاحنا شغالين شغل تدريب تنموي توعوي عن طريق اللي هو سكتشات ممكن يرسمها، رسمه ممكن يطلع فيها الحلم بتاعه. يمكن في صور هنشوفها مش عارف ان شاء الله. قول يا رب يا رب كده وكل شيء يبقى كويس ان شاء الله. فهي بيرسموا رسمه فيها حلمهم، او بيرسموا رسمه فيها شكل المستقبل اللي هم ممكن يكونوا فيه. بس احنا بقى دورنا كمجموعه مدربين، احنا مجموعه كبيره من المدربين، دورنا ازاي نربط الحلم ده بارض الواقع عشان ما تتحولش الاحلام ورديه فيفضلوا يحلموا 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 وهم مش واقفين على ارض ثابته. فهو حلقه الوصل بين الجزئين ده يمكن ده دورنا ودور برنامج التنشئه الوطنيه. هو يعني زي غسيل كده، او بلاش غسيل، اقدر اقول بنشيل التراب من على الدماغ. بالظبط. يعني هو كل واحد فينا زي ما قلت من شويه ان ربنا سبحانه وتعالى خالق جواه جوهره كبيره قوي. كل الفكره ان احنا ازاي نحرك الجوهره دي بحيث نقدر نستفيد بيها. ده في الجزء الخاص يا اميره، ده الجزء الخاص بان هو يكتشف ذاته او يطلع الموهبه اللي جواه او الحاجه اللي ربنا اداها له. طيب في الحاجات الازمات بقى الاجتماعيه اللي حوالينا والحاجات اللي هي محتاجه ان احنا نقول له اتعامل معاها ازاي او ازاي يغير سلوكك فيها عشان يبقى في تنشئه وطنيه. احنا بنركز فعلا على ثقافه كذا الاختلاف. موضوع. يعني كلميني عن ثقافه الاختلاف، بتناقشوه ازاي؟ تمام. ثقافه الاختلاف يمكن احنا بنتكلم عليه بشكل يعني مختلف شويه. بنعمل لهم زي لعبه حروف ويبداوا يكونوا كلمات وكده. ففي الاول بنقسم مثلا مجموعتين، كل مجموعه بيبقى معاها 14 حرف بس، وبيبداوا يجمعوا الكلمات ومعتمد على ان ما فيش كلام ما بينهم، وفي نفس الوقت مين هيجمع الكلمات اسرع. بعد كده بنبدا نضم المجموعتين على بعض يبقى معاهم ال 28 حرف. الموضوع طبعا بيبقى اسهل، بيبقى الاختيارات اكتر. بنبدا نطلع منه ان ازاي ان اختلافنا ده نعمه من عند ربنا. ازاي ان احنا لما بقينا مجموعتين كنا مختلفين مع بعض، لما بقينا مع بعض كملنا بعض، بقى في تكامل. طب معلش سؤال، انا اسف، اتفضل. ايه علاقه ده بثقافه الاختلاف؟ يعني ثقافه الاختلاف ده ان انا ممكن ابقى تفكيري مثلا ليبرالي وواحد يساري، فبننزل نقتل في بعض او نطحن في بعض، ازاي يعني بنبسطها الاول من خلال اللي هو النشاط ده، وبعد كده بنبدا بقى نحطها بقى بشكل اكبر ان المهم في الاخر ان احنا كلنا بنكمل بعض، احنا كلنا بنفكر في مصلحه مصر بس بشكل مختلف شويه. لكن المهم ان احنا كلنا نبقى باصين للمصلحه العامه لمصر، لان انا بالتبعيه كمواطن موجود جوه الدوله لو اتحققت المصلحه العامه فانا كفرد موجود هيتحقق بالتبعيه المصلحه الخاصه بتاعتي او المصلحه الفرديه بتاعتي. يعني فده بنتكلم فيه في ثقافه الاختلاف. بنتكلم برضو في نقطه مهمه جدا، السلام الاجتماعي. ان ازاي يعني مش لازم عشان انا حياتي تبقى حلوه اخرب حياه اللي حواليا. ان ازاي احنا لو كلنا حافظنا على حياه بعض كلنا هنبقى عايشين في سلام، كلنا هيبقى في حب وقيمه بينا، ده هيخلي الدنيا افضل ما بينا في المجتمع، الدوله هيبقى شكلها افضل، وهنبقى احنا نفسنا على المستوى الشخصي مرتاحين. يعني انا لو مش جوايا سلام داخلي اصلا مش هعرف ادي سلام مع الناس اللي حواليا. فدي برضو نقطه بنركز عليها. وبرضو نقطه المشاكل اللي موجوده وازاي نتعامل معاها. فعندنا الشائعات، بنبدا نتكلم بقى عن الشائعات وازاي وايه وسائل انتشارها، واحنا المفروض ازاي ما نكونش يعني احنا ما نكونش نفسنا جزء من انتشار الشائعه حتى لو شائعه بسيطه. واحد زميلي قالها لي وانا رحت قلتها لناس ثانيه. فبنبدا برضو نتكلم ازاي اتعامل مع الشائعات، اهميه جمع المعلومات، التاكد من مصدر الخبر، وفي الاخر بنطبق ده كله مع بقيم وسلوكيات بنبدا نتكلم عليها وازاي نفعلها وايه اللي احنا محتاجينه جوه مجتمعنا. وبيطبقوا كل بقى الانشطه وكل المجالات دي عملي جوه مناظره بقى بيعملوها فعلا جوه ورشه العمل. دي موضوعات ثابته عندكم وانتم مختارينها وحاطينها بتطبقوها يعني؟ ده جدول ثابت واحنا بنشتغل عليه بقى بحيث نوصل المفاهيم دي على مستوى الجمهوريه كلها يعني. حلو جدا. طيب انا عندي سؤال، الاطفال او انتوا تحت سن 18 يعني بتقول لك اطفال اللي بيجوا لك بيبقوا فاهمين ايه عن التنشئه الوطنيه؟ يعني فاهمين ايه عننا؟ بالظبط. يعني اول سؤال كده ممكن تساله الطفل ويصدمك، يعني احكي لي عن موقف طفل صدمك في حاجه. يعني فاهمين هو جاي إيه؟ مش فاهم حاجه اصلا. انا ببقى فرحان لما بلاقي النوعيه دي، لانه اللي هو جاي فاهم، هو انسان فعلا يعني مواطن فعال جوه المجتمع اللي هو فيه. لكن اللي هو جاي يفترض ان هو ما يعرفش اي حاجه، ده بقى هو الفريسه بتاعتنا اللي احنا محتاجينها، دي النوعيه اللي احنا عايزينها. طب اللي فاهم ايه؟
لا ده في ناس بتيجي ما شاء الله يعني 18 سنه اولى جامعه تقريبا، فبيبقى جاي عارف التيارات السياسيه اللي موجوده. لا انت قلت لي في من 13 سنه، من يبقى 13 شويه ل سن 18. صغير. واحنا برضو البرنامج بتاعنا ما بيبقاش دسم، ما بيبقاش فيه المعلومات اليسار والليبراليه واليمين والكلام ده كله. احنا مش بنتكلم في كده. يمكن بنقول احنا تيارات كتيره مختلفه، لكن نجحنا لو كل التيارات دي توحدت في فكره او توحدت على اسم مصر او توحدت في مشروع قومي الى اخره. لكن احنا مش بنتكلم في التيارات، مش بناخد توغل. الجزء الثاني بقى في برامج ثانيه برضو تابعه للاداره المركزيه للبرلمان والتعليم المدني في وزاره الشباب، بتاخد سن من 18 ل 25 سنه، وفتحوها السنه دي ل 30 طيب سنه. هل في التنشئه الوطنيه ديت يا محمود ممكن وانا بعلم الطفل اللي جاي لي او الشاب اللي جاي لي افهمه انه مثلا موضوع زي التحرش ده مخالف لفكره الوطنيه وفكره المواطنه طبعا. وفكره ان انت كمان بتعمله ده وازاي بتفهم طفل صغير انت لا ما تعملش، خصوصا ان احنا الشريحه اللي بقت بتقوم بعمليه التحرش هي السن اللي انتوا تقريبا عندكم ده. هي التنشئه الوطنيه احنا مش بنتكلم بس في جزء المواطنه والانتماء والكلام ده، احنا بنتكلم ازاي هو انسان عادي في المجتمع بيتحول لعضو فعال في المجتمع بتاعه. فاكيد هنشيل منه سلوك التحرش، هنشيل حتى كمان، ودي بحب اهتم بيها قوي، فكره المنديل اللي ممكن يرميه على الارض. ما ازاي بقى بتعمل ده؟ هو ده عن طريق بقى الممارسه الفعليه على في جوه الورشه نفسها. احنا بنبقى مع بعض عباره عن 5 ايام متكامله. برنامج تنشئه 3، والبرنامج كلمه في جمله 5 ايام. فاحنا مع بعض 3 ايام اقامه كامله. فهو بيشوف قدامه مجموعه المدربين ومجموعه الاشراف اللي موجودين معاه. ما ينفعش ان احنا نرمي، حتى لو شفنا حد فيهم بيرمي ما بتبقاش الجريمه، شايلين فكره العقاب، لكن احنا اول ناس بنشيل المنديل من على الارض، وبعد كده بندي نبذه صغيره ان انا ما طلبتش من حد يشيل، بس انا شلت عشان حابب ان المكان اللي انا فيه يبقى نظيف. فهي بالظبط زي الاسره، الاب اللي بيصلي فبيلاقي اوتوماتيك الاطفال اللي معاه بيحبوا يعملوا نفس السلوكيات الايجابيه دي. محمود وانا بشكرك جدا على وجودكم معانا، اتمنى لكم التوفيق يا رب ان شاء الله، ويكون عندنا مواطنه وكل حاجه في بلدنا. كل لقاءات اخرى معاكم ان شاء الله قريبا. ان شاء الله. ميرسي انكم نورتونا. شباب استنونا بعد الفاصل مكملين معاكم فقراتنا.